هل اقدر ابني اي كوميرس بيزنس في مصر باقل من 10000 جنيه؟ الاجابه ايوه، وفي الفيديو ده انا هشير معاك تجربه فعليه ازاي بختار المنتج وبعمل سبليت تيست عليه بالخطوات. فسيف الفيديو ده لانه هيكون فيه معلومات مهمه جدا هتساعدك لو انت عايز تبدا الاي كوميرس او تعرف حد عايز يبدا الاي كوميرس. الخطوه الاولى انا بنزل السوق وبشوف الناس اللي عندها منتجات وباخد برايس ليست بكل المنتجات اللي عندهم وابدا اللي انا اعمل فلتريشن للمنتجات دي واشوف ايه اللي ممكن اعمل سبليت تيست عليه. طب انا بختار منتج بناء على ايه؟ بناء ان هو يكون بيحل مشكله او فكرته حلوه. على سبيل المثال هنختار المنتج ده عباره عن مخده بيساعد ان الطفل راسه تبقى ثابته وما تتحركش وهو نايم، وفي نفس الوقت بتمنع اللي هو يجيله ضيق تنفس وهو نايم عشان رقبته هتبقى ستريت مش هتبقى عامله كده. طيب اسعر المنتج ازاي؟ دلوقتي سعر المنتج ده 450 جنيه. لما منتج يكون تكلفته 450 جنيه اتليست انت لازم تسعره ب 1000 جنيه. هتقول لي يعني انت بتكسب 100% في المنتج؟ لا، مش بكسب 100% ولا حاجه، انت ممكن بعد التسعيره دي تكون كسبان من 10 ل 15% بالكتير قوي. ليه؟ لانه احنا هنحط تكلفه مثلا اعلانات بعد المرتجعات والكلام ده كله حوالي 150 جنيه وهنحط زيهم اوبريشن وتغليف والكلام ده كله، فانت ممكن تحط 300 جنيه على ال 450 جنيه. اصبح ان سعر المنتج كده بشكل فعلي 750 جنيه وممكن يوصل لحد 800 جنيه. هنقول مثلا ان متوسط التكاليف في الاخر هتكون 800 جنيه، فانت هامش الربح بتاعك في حاجه زي كده هتكون 20%، وممكن لو التسليمات وحشه ينزل عن 20%. يعني من الاخر ممكن تكسب من 10 ل 15% على دوره راس المال اللي انت هتحطها. طيب اخترت المنتج، اجيب بقى الميديا بتاعته ازاي وابدا بقى بشكل فعلي ازاي؟ اول حاجه هتعمل سيرش باي ايمج للمنتج ده وحمل كل الصور بتاعه المنتج اللي انت شايفها الكواليتي بتاعتها كويسه، وركز جدا جدا ان اول صوره تتحط في الويب سايت عندك تكون صوره بروفيشنال عشان ده بيفرق في الكونفرجن ريت جدا جدا. بعد كده هتعمل سيرش بالكي وورد بتاعه المنتج ده على تيك توك وتشوف هل ليه فيديوهات كتير ولا لا. لو لقيت ان هو ليه فيديوهات كتير فده انديكيتور برضو ان المنتج ده ممكن يبقى وينر معاك. ليه؟ لانه في ناس كتير عملت له فيديوز. برضو هتعمل نفس الكلام، هتحمل كل الفيديوز سواء الفيديوز دي عجبتك ولا لا، ده مش اوبشن وانت عينيك مش مقياس لاي حاجه. حمل كل الفيديوز اللي انت تشوفها للمنتج ده. المثال بتاعنا ده انا حملت 27 فيديو للمنتج. بعد كده هروح للستيب ان انا اعمل برودكت بيج محترمه. زي ما قلنا هنحط صور كويسه جدا. بعد كده هتبعت صور للاي اي موديل سواء بتتعامل مع شات جي بي تي، كلود جيميناي، ايا كان الاي اي موديل اللي انت بتتعامل معاه، ابعت له كل الصور دي وركز بقى ان الصور اللي انت تبعتها للاي اي تكون بتوصف الديسكريبشن بالظبط. يعني محطوط فيها مثلا تكست، محطوط فيها المقاسات، محطوط فيها كل حاجه ونوع الفابريك والكلام ده كله عشان تساعده يكتب لك برودكت ديسكريبشن صح. وفي نفس الوقت انت لازم توجهه تقول له مثلا انا شايف ان المنتج ده فيه بين بوينت معينه، زي مثلا ان المخده دي بتساعد ان الطفل رقبته ما توجعوش انه يبقى ستريت، وفي نفس الوقت هتساعده ان هو يتنفس بشكل كويس مش هيبقى فيه اي ريسك عليه. بعد ما يكتب لك البرودكت ديسكريبشن ايا كان البلاتفورم اللي انت بتتعامل معاها، قول له انا عايز الديسكريبشن ده HTML عشان لما تيجي تحطها على الويب سايت عندك يبقى شكلها حلو مش مجرد ان انت حاطط وصف للمنتج. بعد كده هتاخد الصور والبرودكت ديسكريبشن والكلام ده كله وتروح ترفعه على الويب سايت عندك. اخر حاجه هتعملها ان انت ترفع كل الفيديوز اللي انت حملتها. وفي الكيس بتاعتي انا حملت ال 27 فيديو دول على الاد اكونت وطلعت عليهم سبليت تيست كلهم. طب ليه بتطلع سبليت تيست على 27 فيديو؟ عشان